السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة. في نوع من الموت ملوش كفن، موت بيبدأ جوه القلب بهدوء، من غير صوت، من غير دمعة. موت اسمه الاعتياد. عارف لما كنت زمان تبكي لما تشوف منكر، لما كنت بتتألم من مشهد ظلم أو كلمة خارجة؟ فين الإحساس ده دلوقتي؟ ليه بقى كل شيء عادي؟ بنشوف الدم في الأخبار، والعري في الشوارع، والكذب في الكلام، وبنكمل يومنا عادي. القلب اتخدر، والإحساس مات، والضمير دخل في غيبوبة. الاعتياد مش بس خطر، ده سم بيتصرف فيه كل يوم شوية. تبدأ بسكوتك، ثم تضحك على الغلط، وبعدين تدافع عنه. تبدأ بشكوى صغيرة، هو كل الناس كده؟ لكن النهاية بتكون مأساة. قلبك بطل يميز بين الحرام والحلال. الاعتياد ده السبب اللي خلى الفطرة تنطفي، خلى النار تتحول لمشهد، والحرام يتلبس لبس الحرية، خلى الكبائر تبقى موضة، والمعاصي تتحول ترند. الخطر مش في اللي بيغلط، الخطر في اللي اتعود يشوف الغلط ويسكت، في اللي يضحك على الذنب بدل ما يستغفر منه، في اللي فقد خوفه من الله لأن المنكر بقى مألوف. احنا عايشين زمن صعب بيختبر قلبك كل يوم. هل لسه بتحس ولا خلاص اتعودت؟ تعال نفتح سوا ملف خطير اسمه الاعتياد، القاتل الصامت للإيمان، وهو ده عنوان حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ رحلتنا، حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ويا ريت لو تكتب لي رأيك في الكومنتات. ويلا بينا نكمل رحلتنا. وأول حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الاعتياد لما القلب يفقد إحساسه. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. رواه البخاري. يعني القلب لما يشوف الغلط أول مرة بيتقلب، بيخاف وبيرتعش، لكن لما يشوفه 1000 مرة بيتبلد، وبعدين يرضى، وبعدين يشارك. دي أخطر رحلة ممكن يعيشها إنسان، رحلة موت القلب وهو لسه بيضخ دم. الاعتياد يخليك تبطل تستنكر، تبطل تحزن، تبطل تتغير. يخليك تشوف الحرام وتقول كلنا بشر عادي، وإيه يعني؟ بس في اللحظة دي بالذات بتكون خسرت أغلى حاجة، وهي رقة قلبك. وأحكي لحضرتك قصة صغيرة. روى ابن المبارك أن رجل بكى عند الحسن البصري وقال: يا إمام، كل لما أسمع آية ما بتأثرش زي زمان. فقال له الحسن: ذاك لأن قلبك اتسخ بالغفلة فامسحه بالاستغفار. وقال: الذنوب الصغيرة لما تتراكم تصير كالجبل على قلبك، اتعود فما بقاش يحس. فقال الحسن: خطر الاعتياد أنه يميت القلب قبل ما تموت. في شاب بيحكي: كنت بشوف الحرام واقول عادي، مش انا بس كده. وبعد شهور ما بقاش يصلي، ولما رجع للمصحف حس ان الكلام مش بيدخل قلبه. قال: انا حافظ الايات بس مش حاسس بيها. القلب مات بالاعتياد مش بالكفر. واللي عايز اقوله لحضرتك، لو حاسس انك مش متأثر زي زمان، اعرف ان قلبك محتاج انعاش. خليك صادق مع نفسك. اتعودت على ايه؟ كل عادة بتبعدك عن ربنا هي سجن مش راحة. قول لي في الكومنتات: يا رب رجع قلبي زي أول مرة خشع لك فيها. ارجع قبل ما يتحول صمت قلبك لقبور الإحساس. وتاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي الاعتياد يطفئ نور البصيرة. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. يعني البصيرة بتطفي لما العين تتعود على الحرام، تشوف الخطأ فتضحك، تسمع الباطل فتسكت، وبعدين تبطل تفرق بين النور والظلمة. كأن القلب اتحجب بدخان من المشاهد والمناظر اللي شافها وسكت عليها. الاعتياد بيخلي الفتنة تبان حلوة، والحرام يبان مش وحش قوي. ساعتها ما تبقاش عايش، تبقى ماشي في ظلمة وانت فاكرها نور. والله ما أعماك إلا اعتيادك. وأحكي لحضرتك قصة صغيرة. قال ابن سيرين: كنت أغض بصري حتى من ظل امرأة،
فقيل له: ولم؟ قال: خفت أن تعتاد عيني ما يغضب ربي فتموت بصيرتي. كانوا بيعتبروا الاعتياد على النظر أول خطوة في طريق الهلاك. حفظوا عيونهم فحفظ الله قلوبهم. في فتاة كانت بتتابع صفحات فيها صور متبرجة وقالت: أنا بشوف بس مش ببص. لكنها بعد شهور بدأت تقلد لبسهم وتقول: هو كله كده. قالت بعدها: كنت فاكرة نفسي قوية بس الاعتياد كسرني. اعتياد النظر حرف ذوقها، غير فكرها، وسرق نقائها. اللي اتعود يشوف الحرام بيخسر النور من غير ما يحس. واللي عايز اقوله لحضرتك: اقطع الاعتياد قبل ما يقطعك عن ربنا. مش كل اللي الناس شايفاه طبيعي عند ربنا حرام. قول لي في الكومنتات: هحمي بصري علشان ربنا ينور بصيرتي. كل مرة تغض فيها بصرك بتطفي نار جوه قلبك، وربنا هيبدلك نور بدل ظلمة الاعتياد. وتالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي من اعتياد التبرج إلى اعتياد المعصية. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. رواه مسلم. التبرج مش مجرد لبس، دي رسالة. ولما المجتمع يتعود يشوف الحرام كجمال يبقى الانحدار بدأ فعلا. الاعتياد على العري بيكسر جدار الحياء، والحياء لو راح الإيمان. زمان كنا بنردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. دلوقتي بقى بيتقال ده تخلف. ولما العري يبقى موضة يبقى الجهل رجع، بس في لبس عصري. وأحكي لحضرتك قصة صغيرة. دخل رجل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فمد بصره، فقالت له: إن الله يراك كما أراك. فبكى وقال: ما نظرت بعدها في وجه امرأة قط. كلمة واحدة رجعت له خوفه من ربنا. الحياة كان عندهم مش اختيار، دي فطرة صافية. في فتاة قالت: كنت متدينة بس حسيت إني متخلفة، الكل بيتزين وبيتصور. ابتدت تقلد علشان تمشي مع الموجة. لكن بعد فترة كتبت: كنت بدور على نظرة إعجاب بس فقدت نظرة الرضا من نفسي. لما الغلط يبقى عادي الشيطان بيكسب الجولة، بس الشجاعة الحقيقية إنك تقف ضده حتى لو كنت لوحدك. واللي عايز أقوله لحضرتك: الستر مش خوف، ده احترام لروحك قبل جسدك. اللي يستحي من ربنا عمره ما يخسر. قول لي في الكومنتات: الحياء مش ضعف، ده سلاح قلبي. في زمن التبرج كن أنت الستر، وفي زمن الاعتياد كن أنت الصحوة. ورابع حاجة هنتكلم عنها النهاردة وهي إزاي نكسر اعتيادنا ونرجع نحس. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. رواه مسلم. يعني الرجوع صعب بس مش مستحيل. لو حاسس انك اتبلدت فده اول دليل على ان قلبك لسه حي. ابدأ بخطوة صغيرة، دمعة صادقة، استغفار من قلبك، قرار تبعد بيه عن مصدر الغفلة. اعتياد الذكر يطهر اثر اعتياد الغلط. كل توبة صادقة بترجع لك نبضة جديدة من الإيمان. ومع كل دمعة بيغسل ربنا جزء من القسوة اللي اتعلقت جواك. وهحكي لحضرتك قصة صغيرة. قال ربيع بن خثيم: غلبتني نفسي على النظر فحلفت ألا أرفع بصري للسماء سنة. وكان أعمى القلب بالبداية، لكنه قال بعدها: غض البصر فتح لي أبواب السماء. اللي بيكسر اعتياده ربنا يجبر كسره بنور. رجع قلبه نقي لأنه قرر يتعب علشان يعيش صح. كل مجاهدة بتقربك أكتر من ربنا. في شاب قرر يبدأ تاني بعد سنين من المعاصي. قال: كنت بفتكر الرجوع صعب بس أول دمعة غيرت كل حاجة. قفل صفحاته القديمة وبدأ يصلي، بطل الغلط اللي كان متعود عليه. بعد شهور كتب: كنت ميت وربنا أحياني. كسر الاعتياد وفك سلاسل الغفلة ورجع للحياة بجد. واللي عايز أقوله لحضرتك: لو حاسس إنك بعيد ما تخافش، كلنا كنا هناك. الرجوع مش عيب، العيب إنك تفضل متخدر. قول لي في الكومنتات: هبدأ أرجع قلبي للحياة. اعتياد الطاعة أجمل من اعتياد الذنب. ارجع لربك وهو هيستناك بابتسامة رحمة. واخيرا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. خد بالك، الشيطان مش دايما بيغريك بالحرام الصريح، احيانا بيغريك بكلمه عادي. ما كل الناس كده. العادي هو سلاحه المفضل، لان العادي بيقتل خوفك وبيطفي نورك وبيخليك تموت وانت مبتسم. القلب لما يعتاد الغلط بيبقى زي حجر نازل في بير،
كل ما ينزل أكتر كل ما صعب تطلعه. بس ربنا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني مهما بعدت الباب لسه مفتوح. ابدأ دلوقتي، اقطع عادة صغيرة غلط، شوف قلبك هيحس بإيه. ابكي وتضرع إلى الله وارجع، وافتكر إن كل مرة تقول لأ للغلط ربنا بيقول لك نعم للرحمة. اعتياد الغلط بيميتك ببطء، واعتياد الطاعة بيحييك من جديد. اختار الحياة، اختار النور، اختار تبقى مختلف. وأخيرا أدعو الله: اللهم لا تجعل قلوبنا قاسية، ولا أبصارنا عمياء، ولا أسماعنا صماء عن الحق. اللهم أحيي فينا الإحساس بعد طول غفلة، ورد إلينا حياءنا وإيماننا. اللهم طهر قلوبنا من أثر الذنوب، ونق أرواحنا من اعتياد المعصية. اللهم اجعلنا إذا رأينا المنكر أنكرناه، وإذا سمعنا الحرام نفرنا منه. اللهم اجعلنا من عبادك الذين قلوبهم تخشع، وأعينهم تدمع، ونفوسهم لا تألف الغلط أبدا. اللهم أعدنا إليك عودة جميلة نخرج منها أنقياء كما ولدتنا أمهاتنا. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو تشاركنا كمان رأيك في التعليقات. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.